لربما اعتدنا على رؤية شخصيات ذات خبرة ومدى طويل في العمل يجلسون على هذا الكرسي، إلا أن المفارقة هنا هم فئة شبابية تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، يديرون أمور بلدية علار مدة أسبوع. إذ طالب مجلس شباب علار رئيس البلدية أن يقوم بتسليمهم مهام إدارة البلدية ويتولون قيادتها كمساهمة ومبادرة شبابية من أجل المشاركة المجتمعية. احنا بنسعى دائما انه يكون الشباب مشاركين في هيئات الحكم المحلي اكثر من هيك. يمكن انتخابات القانون الانتخابات العامه ما بتتيح للشباب اللي باعمارنا انه يكونوا مرشحين كرئاسه بلديه كمرؤوس، بما ان احنا في بلدية علار مجلس الشباب المحلي علار هو بيمثل فئة الشباب، تقدمت بطلب لرئيس بلدية علار في هاي المبادرة إنه يسلمنا البلدية بكافة صلاحياته، حتى إحنا نثبت إنه إحنا شباب بنقدر إنه نساهم في هيئات الحكم المحلي، بنقدر إنه نكون نشارك في القرار. البلدية مهتمة بدور الشباب في البلد، يعني حاولت وهاي دليل إنه سلمونا البلدية، يعني مش أول مرة بشوف بلدية بتسلم شباب يعني أعمار صغيرة، يعني بلدية مسؤولية كبيرة، فيعني استطعنا نطلق أفكارنا كثير في ترك البلدية ونوصل مستوى أعلى. البلدية من جهتها أيدت هذه الفكرة ولم تمانع إشراكهم في الأدوار الريادية، متحدين بذلك النظرة النمطية السائدة لأماكن وجود هؤلاء الشباب، وبالذات الفتيات منهن. هم أولادنا بالنهاية، والبلد بلدهم، يعني هم اللي راح في المستقبل يعني إحنا اليوم موجودين في البلدية، بكرة هم واللي بعدهم واللي بعدنا، يعني هم لازم يعني من هسه إنه يكون عندهم فكرة على أي أساس هي إدارة البلدية كيف بتكون، شؤون البلدية يعني كيف تدار. فمش غلط، ما عندناش. وبعدين احنا يعني اذا بتلاحظي انه حتى يعني وفكره كمان انها بنت برضه، هاي يمكن اشي سباك احنا بالنسبه لنا، انها بنت اللي تكون رئيسه البلديه. مشوار هؤلاء الشباب لم يبدأ من هذه المبادرة فقط، بل كان لهم أنشطة وفعاليات سابقة ابتدأوا طريقهم بها، فمن المشاركة في المشاريع الإنسانية مرورا بالزراعية والتراثية، والآن لمراكز القيادة، لينقلوا رسالة مفادها تعلم اليوم وقد غدا لصنع القرار. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم.